الناس بتسأل ايه الجديد. في صينيه تدخل الفرن نحط فيها فلفل احمر رومي وطماطم وبصل وثوم وفلفل حامي اختياري وزيت زيتون، ونطلع على الفرن لحد ما يستوي. وعندي طماطم نبدا نفتحها كده بالراحه وعلى هاديه زبادي بالشكل ده، وفي ميه سخنه نبدا نحطها دقيقتين 3، هتلاقي الجلد بتاعها بدا يتشال، تبدا تاخدها وتحطها في ميه ساقعه وتبدا تشيل الجلد واحده واحده. الخضار بتاعنا اتشوى، هنبدا نحطها في بوله او في اي حاجه وهنتبلها بملح وفلفل وبابريكا، وبالهاند بلندر نبدا نفرمها ناعم خالص. بعد كده الصينيه اللي هتدخل الفرن نبدا نحط عليها الصلصه ونوزع ونقطع الطماطم سلايز والكوسه والبتنجان، والنبي في حلاوه كده حدوته مدلعه. بعد كده تبدا تاخد شريحه من الطماطم، شريحه من الكوسه، شريحه من البتنجان، وهكذا لحد ما تخلص الكميه كلها وتطلع معاك بالحلاوه دي. ترش عليها زيت زيتون وملح وفلفل ونغطيها بورق زبده ونطلع على الفرن حوالي نص ساعه، تطلع معاك بالحدوته دي. انا شايف ان هي سهله وبسيطه واي حد يقدر يعملها. هات بس 3 4 مكونات وتعالى نعمل احلى خلطبيطه بالصلصه. اعمل سيف للحلقه دي وتاكد انك عامل لي فول على الانستجرام عشان في دلع جاي. سلام.